انا اسمي ميدو وبشجع الاسماعيلي. انا الاسماعيلي انا الاسماعيلي. السلام عليكم يا شباب. مبدئيا الفيديو ده ما فيهوش اي انترتينمنت فاليو، يعني اللقطات اللي بتبقى موجوده، الانسرتات، الفيديوهات من المباراه، حتى الصور اللي بتطلع جنبي، كل ده مش هتلاقوه هنا. لاي حد جاي علشان غرض الانترتينمنت فاليو، معلش انا اسف، انت على راسي، بس الاسبوع الجاي مش الاسبوع ده. ثانيا وده الاهم، خلينا نخش في الموضوع على طول. انا راجل بشجع الاسماعيلي، اللي بعمله هنا ده مش تحليل للمباريات ابدا، وغالبا كل اسبوع بقول رايي او بعد كل مباراه بقول رايي في اللي حصل. عشان كده كان رايي في مباراه الانتاج الحربي كان لازم اقوله من غير سكريبت، من غير اي برودكشن فاليو، انا وحضرتك واللي هوجه لهم رسائل. بس قبل ما اقول اي رساله عايز اقول ان انا مسؤول عن وجهه نظري بس، ما بمثلش اي حد غير الشخص اللي واقف قدامك ده، واي تشابه ما بين الكلام اللي بقوله ما بين اي راي عام فهو من محض الصدفه او من محض المنطق، لكن انا لا بعبر عن حد ولا مسؤول عن حد الا نفسي ووجهه نظري بس. وحتى جهه الرعايه بتاعه البرنامج كل اسبوع موقع اسماعيلي 24 اللي بيطلع هنا ده مش موجود، لان الكلمتين الجايين دول بتوعي انا ومش مسؤول عن اي حد تاني. اول جهه عايز اوجه لها رسايلي هي اللعيبه، لعيبه الفريق الاول لنادي الاسماعيلي حاليا في شهر فبراير 2016. عايز اقول لكم كام حاجه كده يا ريت تسمعوها. انا عارف ان 3/4 ردود الافعال اللي بتجيلكم خصوصا على الصفحات بعد ما بنخسر بتبقى اكستريم قوي، في ناس بتجيب في سيره اهاليكم، وانا عارف ان ده غلط. انا لا ناوي ولا عايز اشتمك ولا يهمني ان اطلع عصبيتي فيك وروحك تقل بعد ما بتخسر كل ماتش، لكن حاليا في الاسماعيلي انتوا ما بتزعلوش لما بتطلعوا نتيجه وحشه، مش هقول لكم حتى اداء وحش. طب هل فيكم ناس بتزعل وفي ناس ما بتزعلش؟ ورد فعل الناس اللي بتزعل بيبقى ايه على الناس اللي بتطلع ما بتزعلش؟ استنى قبل ما تجاوب فكر في الكلام ده، لان انا مش منتظر منك الاجابه اللي بتطلع تقولها مع مدحت شلبي ولا مع المراسل بتاعه هنا في الاسماعيلي. تاني رساله ليك، لو افترضنا انكم تقنيا مش لعيبه متوسطه ولعيبه ممتازه وكل الانديه عايزاكوا والاهلي والزمالك وكل الكلام اللي انتوا عارفينه ده، هل متخيلين ان انتوا لو لعبتوا بنفس المستوى ده في اي نادي اكبر او اصغر من الاسماعيلي مش هتاخدوا نفس رد الفعل اكبر او اصغر؟ طب بالعقل والمنطق كده، مش عشان تروح المكان ده محتاج تأدي الاول بس تثبت ورقك؟ طب بيني وبينك كده، كل الناس اللي ما اثبتتش ورقها وفتحوا دراعاتهم وقالوا لهم تعالوا خدوني، عملوا ايه لما راحوا هناك؟ قدروا انهم يرجعوا لمستواهم هناك؟ تالت رساله ليكم، مش هقول لك الفلوس اللي بتاخدها حرام وما بتأديش والكلام ده كله، انت راجل محترف بتيجي تدرب التمرين بتاعك وبتيجي تلعب الماتش بتاعك كل اسبوع، انا ما عنديش مشاكل في الموضوع ده، وعارف كويس ان اغلبكم ما جربش ان الاستاد يبقى مليان ناس هيغضبوا عليه او بيفرحوا معاه، بس اللي فيكم في يوم من الايام جرب يكون مشجع، مش للاسماعيلي، لاي فريق عموما، مشجع بجد بيشجع النادي، مش هيتفرج على الماتش ولو خسروا هيروح يشجع فريق تاني. ما فكرتش في ولا ماتش من الماتشات اللي اديت فيها اداء سيء الموسم ده؟ ايه احساس المشجع ده وايه احساسك لما كنت بتبقى مكانه وكان اللعيب بتاعك يحرجك يخذلك يخلي دماغك قد كده بين الناس؟ انا ما لعبتش مكانك بشكل احترافي، مش عارف اللي انت بتواجهه، ولا كل اسبوع بدعي ان انا عارف اللي بتواجهه وبحلل ادائك واقول لك لازم كنت تعمل ايه، بس في نفس الوقت حط نفسك مكاني لو كنت في يوم مشجع زيي، جربت في يوم ان يومك يتقفل، تتنكد، ما تقدرش تنام بسبب ان انت حاسس ان في حد كاسر عينك من جوه بيتك؟ اخر رساله للعيبه، حضراتكم مجموعه اتكونت في بدايه الموسم ده في الاسماعيلي ممكن اختلف كتير مع تكوينها، بس اغلبكم مقسوم نصين، يا اما شاب لسه طالع جديد لسه بيحاول يعمل حاجه، يا اما واحد لف حوالين الكوره من كل اتجاه وفي نهايه المطاف رجع في الاسماعيلي وبقى قدامه خيارين، يا اما يخترع نفسه تاني، يا اما يظهر من اول وجديد وينهي حياته في اخر 3-4 سنين بشكل محترم، يا اما يكمل المنحدر وينزل. وبعيدا عن ان انا مشجع للاسماعيلي فانا عايز اقول للنوعين دول حاجه. بالنسبه للشباب، انت لسه قدامك وقت طويل جدا، وهتلاقي الناس اللي قاعده معاك على القهوه، وهتلاقي الناس اللي بيقعدوا معاك من المواقع بعد كل ماتش وتقعدوا تلعبوا بلاي ستيشن ويقعدوا ينفخوا فيك ويقولوا لك انت ميسي العرب، انت الراجل الجديد، انت اللي جاي، وممكن كمان يجي لك عقد من الاهلي او الزمالك وتبقى نجم النجوم وتطلع مدحت شلبي وشوبير وكل الناس الحلوه دي، بس في الاخر انت كشاب من سني شفت الكوره بره عامله ازاي، وشفت الكوره نفسها اساسياتها ماشيه ازاي، وعرفت كويس ان اللي بيتنفخ بيفرقع بعد كده. فهل ناوي تقي نفسك من الكلام ده كله وتلعب وتدي حق الكوره عليك لان الوقايه خير من الفرقعه، ولا ناوي تمشي مشوار مشي زحرليون لعيب قبلك وانت عارف اخرتهم ايه وهتمشي نفس المشوار وانت مقتنع ان انت مختلف؟ اللي عنده الحد الادنى من التعليم والثقافه من الشباب ده عارف كويس ان تكرار الخطوات مع توقع نتائج مختلفه غباء. اما بالنسبه للنوع التاني، النوع اللي قدامه الخيارين، النوع اللي بينهي حياته، بص كويس حواليك وفكر في الاحتمالات، فكر ان انت كنت ممكن ما ترجعش على الاسماعيلي، كنت ممكن تلاقي نفسك فجاه في فرقه ملهاش لا جمهور ولا هي فرقه شركات، ويمكن في دوري الدرجه الثانيه وتبقى مجبر ان انت تعتزل من غير حتى حفله بكيكه قد كده. ربنا اداك نعمه جديده بترفضها؟ وبالنسبه للاثنين مع بعض، اعتبر يا اخي ان انت مرتزقه، اعتبر يا اخي ان انت بتلعب كبزنس خلاص، مش بتلعب للشعار ولا للكلام اللي احنا بنقوله هرناده. بصراحه ربنا حد هيشغلك تاني وانت في الشغلانه الاولانيه بالمنظر ده؟ دي كانت رسائل مشجع للاعيبته، رسائل المشجع لادارته بقى.
اللي حضراتكم متابع او سمع في يوم من الايام عن البرنامج ده انا عارف كويس ان هو ما سمعش سمع خير، لان اللي جه قال له كلام زباله. مش هقول لك كلام مشجعين ولا هقول لك كلام محروق دمه ولا هشتمك ولا هقعد اعمل تيت تيت ولا هقعد اعمل لك سكتشات حتى ولا اي حاجه. احنا هنتكلم بهدوء. حضراتكم في كتير منكم عنده شغل تاني غير الاسماعيلي، اللي عنده شركه، اللي عنده مكان، اللي عنده اي بيزنس غير الاسماعيلي. مش مشكلتي. انا نفسي عندي قناه غير القناه دي اسمها شات كوره، بتكلم فيها عن الكوره العالميه، ولسه عامل حلقه عن الاهلي والزمالك مثلا. بس زي اللعيبه، هل في يوم من الايام حضراتكم شجعتوا الاسماعيلي بعيدا عن الكلام اللي بتقولوه في اللقاءات؟ انا بتكلم بجد. يا ريت وانت قدام ربنا كده بتجاوب اجابه السؤال ده، جاوبني على سؤال تاني. لو حضرتك في يوم من الايام شجعت النادي ده، عارف كويس ان انت ولو عندك مال قارون في ناحيه تانية هيتاثر، واحتمال تنساه بمجرد ما تشوف فريقك بالمنظر ده. بقول لك انا ليا قناه تانية على اليوتيوب مش قادر اشتغل فيها من كتر اللي بشوفه هنا، من كتر ما انا متنكد مش قادر اطلع اضحك. هل كتابه اسماء حضراتكم على النادي الاجتماعي كسابقه تحدث لاول مره يسوى كل اللي بيحصل في النادي ده؟ كل ده بقى على جنب، وفي رساله اهم. طول الفتره اللي كنتوا ماسكين فيها النادي، هل شفتوا انتوا اي حد اشتغل معاكم ان التعالي على الجمهور وتصدير كلمه انتوا مش عارفين اللي بيجرى جوه ده نفعكم في حاجه؟ يعني في تعاطف بعد اللي حصل ده؟ يعني احنا قلنا لكم لا احنا مش عارفين فعلا، لا هيا يا مجنى منطلقوا مع نفسكم. يا اما تحل المشاكل جوه النادي، يا اما لو المشاكل مستعصيه وصعبه قوي ومش قادر تحلها ولا عايز تستقيل، تطلع تقول للناس تفاصيل المشاكل دي عشان تتعاطف معاك. قمت انت لاغي الاثنين دول وقلت لنا انتوا مش فاهمين اللي بيحصل جوه. وهي دي النتيجه لما نشوف النادي بتاعنا كده 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 في اسفل سافلين. محدش هيبقى عنده 3 دقايق يسمع تفاصيل المشاكل اللي انت كنت بتقول ان احنا مش عارفينها ومش راضي تقول لنا تفاصيلها طول الفتره اللي فاتت، وهيهيجوا عليه. بالنسبه للشغلانتين دول واي حاجه تانية ممكن مش هقول لكم فشلتوا، ما حققتوش النجاح المطلوب لنادي بحجم الاسماعيلي فيهم. مش حاسين خالص بالاعتذار للجمهور، مش حاسين خالص ان انتوا عملتوا حاجه غلط، مش حاسين خالص ان في ناس محروقه دمها جوه المدينه اللي انتوا في اغلب الاوقات مش موجودين جواها. لو مستغرب من الكلام اللي انت بتشوفه ده وبتقول لي ايه الهطل اللي انت عامله في القناه ده، فانا عايز اقول لك ان الكلام ده بالذات وبالظبط هو اللي كنت بعمله طول الموسم. عملته بكل الطرق، بالزعيق عملته، بالسكتشات والسخريه والكوميكس عملته. ما كانش متبقي الا طريقه واحده بس، وهي ان افتح الكاميرا واتكلم من غير سكريبت، من غير برودكشن، من غير اي حاجه. ممكن نكسب الماتش الجاي، ممكن نكسب، بس هل ده هيكون بقى داعي لانك ترجع تاني للفيديو ده وتقول لي ما احنا كسبنا وانت كنت مكبر الموضوع؟ لا مستحيل، لانك هتبقى زيك زي العيل اللهطل اللي لما الاسماعيلي بيكسب ما بيفتحش بقه، او لما الاسماعيلي يخسر يقول لك اصل ده ذنب مش عارف مين. لو على المكسب يا صاحبي، احنا كسبنا الزمالك وكسبنا الاتحاد هناك وكسبنا الحرس هناك وكسبنا انبي اللي ما خسرش ولا مباراه قبل كده. بس لو حطيت المكاسب دي كلها جنب بعضها هتلاقيها كلها هدايا. ربنا اداك هدايا عشان تاخدها تبني اسس، تبني ارض صلبه، تجمع الناس حواليك، تخلي النادي كله كتله واحده وتبدا تنجح فعلا. بس انت مع كل هديه كان ربنا بيديها لك كنت بترفضها. عشان كده مش هستغرب خالص لو كسبنا المباراه الجايه والمباراه اللي بعدها في الارض. للمره الثانيه الفيديو ده كان ممكن يتعمل باكتر من 10 طرق اقصر في الوقت من كده، بس انا كنت عايز اقول اللي في دماغي واللي في قلبي. حبيت والله العظيم ان انا اوهم نفسي انها مشهور وان الناس بتتفرج عليا، وان ممكن حد من الاداره او اللعيبه يشوف الفيديو ده يشوفوا رايي. يعني انا ما بعبرش عن اي حد، بس رايي كمشجع. السنه دي هيكون عندي 23 سنه وانا بشجع الاسماعيلي. خايف قوي السنه الجايه يكون عندي 24 سنه وانا بشجع الاسماعيلي بس في الدرجه الثانيه. شكرا لحضراتكم ان انتوا فتحتم عينيكم وودانكم علشان تسمعوا رسائل موضوعيه لواحد مش ضدكم ولا عايز يشتمكم وخلاص، ولا في حاجه من جواه ناحيتكم. ولحد الاسبوع الجاي انا اسف ان مفيش حلقه بالشكل التقليدي للمباراه، وربنا يجمعني انا واللي هيتبقى الاسبوع الجاي على حب الاسماعيلي. So let's go back, follow the yellow brick road as we go on another episode. Journey with me as I take you through this nifty little place that I once used to call home, sweet home.